بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم مع حلقة جديدة من برنامج ببساطة. النهاردة هنتكلم عن بعض الكلام وبعض المفاهيم اللي عندنا الخاطئة اللي ظلمت ناس كتير جدا جدا. يعني الحاجة الأولانية أو الجملة الأولانية: الحسنة بتخص والسيئة بتعم. الكلمة التانية: إن المساواة في الظلم عدل. دي برضو كلمة برضو خاطئة. والحاجة التالتة: إن بعض الناس بيظن إن ربنا سبحانه وتعالى ممكن يأذي حد بوزر حد. يعني ساعات كتير من الأمهات أو الزوجات تقول إيه؟ تقول أنا جوزي مثلا مشي بطال، أنا جوزي بياكل بالحرام، أنا جوزي بيشرب خمرة، أخاف على عيالي يحصل لهم حاجة. لأ، ربنا سبحانه وتعالى عدل. فدي ربنا سبحانه وتعالى بيقول: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. والحق سبحانه وتعالى بيقول: ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى. يبقى ربنا سبحانه وتعالى مش بياخد حد بوزر حد أبدا. والمساواة في الظلم ظلم، ليس المساواة في العدل. المساواة في الظلم عدل، لا، المساواة في الظلم ظلم. لازم كل واحد نحاسبه على أساس حاجته. ما السيئة لا تعم على الكل. ده طبعا من الحاجات الخاطئة اللي ساعات المدرسين بيستعملوها مع كل الطلبة، ساعات الآباء بيستعملوها مع كل الأولاد، وساعات بيبقى عندنا احنا العرف ده. فلا، غلط. لا تزر وازرة وزر أخرى. ما ينفعش إن حد يتاخد بوزر حد. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك رب وأتوب إليك. السلام عليكم.